في شهر نوفمبر المقبل تحتفل الداخلة بمرور 50 عاماً على ذكرى المسيرة الخضراء، عندما توجه 350 ألف مغربي إلى الصحراء الغربية للتأكيد على مغربيتها، على بعد 40 كيلومتراً من الداخلة في منطقة نائية تماماً، مشروع ميناء الداخلة الأطلسي. جسر رفكي فيه طول 1.3 كيلومتر، وهو عبارة عن جسر اللي غادي يربط ما بين المنطقة اللوجستية للميناء والميناء، لأنه ميناء جزيرة. نسرين هي المسؤولة عن أشغال ميناء الداخلة الأطلسي، أحد المشاريع التي يسعى المغرب إلى إنجازها في المنطقة. ميناء الداخلة الأطلسي كيدخل في إطار الرؤية الملكية السامية فيما يخص الواجهة الأطلسية، وخاصة من أجل التكامل الإفريقي جنوب. هذا الميناء سيفتح أرصفته بحلول عام 2029. طاقة استيعابه تصل إلى 35 مليون حاوية في السنة. السلطات المغربية خصصت أكثر من مليار يورو حتى الآن لإنشائه، كما اعتمدت على شركاء أجانب كالإمارات. في موقع البناء كل شيء متوفر للعاملين. تم تنظيم موقع البناء هذا كمدينة صغيرة مستقلة بها أسواق ومساجد ومطاعم.